صاحب قصة النهاردة اسمه أحمد محروس. في الأصل شغال مدرس، لكن في الحقيقة هو واحد من أخطر السحرة والمشعوذين في الصعيد. كل أنواع السحر اللي سمعت عنها أو ما سمعتش أحمد عملها، وعمل جريمة فعلا ما تطلعش غير من ساحر شاطر جدا. القصة الكاملة سنة 2001. أحمد يتخرج من كلية التربية ويشتغل مدرس، ويعيش ويستقر في واحدة من قرى محافظة سوهاج، من عيلة متواضعة وحالته المادية أقل من المتوسطة، لكن عيلته ناس محترمين جدا وصرفوا عليه لحد ما خلوه مدرس. أحمد ما كانش فارق معاه كل ده، كل اللي كان باصص عليه الناس اللي عايشين معاه في نفس القرية، بس ظروفهم المادية أحسن بكتير. ولأن في القرية عدد قليل من الناس اللي كملوا تعليمهم، وأحمد كان منهم طبعا، فكان دايما شايف إن هو اللي يستحق يعيش في وضع أحسن من كده. أهالينا في الصعيد عارفين كويس إن الدجالين والمشعوذين عبارة عن نصابين، لكن في عدد قليل منهم عندهم اقتناع إنهم ممكن يعملوا أي حاجة عن طريق السحر والدجل. والقرية اللي أحمد عايش فيها للأسف مشهور فيها فكرة السحر والشعوذة، فيها عدد كبير جدا من السحرة تحديدا المشهورين بأعمال السحر الأسود. وأحمد برغم تعليمه، لكن من وهو طالب في الجامعة كان مهتم جدا إنه يتعلم السحر، وبدأ السلم من أوله: قراية الفنجان، قراية الكف، ويقول للناس وللطلبة اللي معاه شوية حاجات ممكن تحصل. في منها طبعا حاجات حصلت فعلا، وفي منها حاجات ما حصلتش، لكن الناس والطلبة اللي حواليه كان عندهم اقتناع ان احمد يقدر يعرف اي حاجة عن طريق السحر. وبعد سنة بالظبط من التخرج احمد اتجوز على طول، وعاش في نفس القرية وفي شقة متواضعة جدا وتحت ظروف مادية اقل من المتوسطة كمان. وقعد شغال مدرس لمدة 3 سنين على الحال ده. وخلال الوقت ده أحمد كان بيقرأ للناس الكف والفنجال، واسمه بدأ يتشهر جدا في القرية، وفي ناس كتير كانت بتجيله علشان بس يوافق إنه يعمل كده. مع بداية 2006 أحمد بدأ يركز في السحر، لأنه لاحظ إن في ناس كتير مستعدة تدفع أي فلوس السحر يقول عليها في سبيل إن يعمل لهم الحاجة اللي هم عايزينها. والسحرة دول كانوا بيعملوا لهم تعاويذ كانت بتوهم الناس أو بتساعدهم إن هم يعملوا اللي هم عايزينه. والقرية اللي أحمد منها منتشر فيها السحر جدا، بس مش أي سحر، البسيط منه للجواز أو للشغل أو لوقف الحال، والصعب منه هو إصابة الناس بمرض أو إصابة بالأذى بشكل مباشر أو غير مباشر، أو سحر للكشف عن الآثار. وأحمد بدأ يتعلم كل أنواع السحر، البسيط منه والصعب، لحد ما وصل إنه يتعلم السحر الأسود، واعتمد في تعليمه للسحر على علم الحروف والأرقام وبعض الكتب المشهورة في مجال السحر زي شمس المعارف والعزيف زي ما الناس بتنطق. ده غير شوية كتب سرية السحرة اللي بيوصلوا لمرحلة السحر السفلي هم بس اللي بيكونوا عارفينها. وخلال سنة واحدة بس أحمد اتعلم كل حاجة، وفعليا اتحول من شخص عادي لشخص مرعب ومخيف. نظراته وتصرفاته كانت فعلا مرعبة، حتى المكان اللي كان بيقابل فيه الناس علشان يعمل لهم الأعمال السحرية كان مرعب جدا، وشكله من الحاجات اللي موجودة فيه صعب، بيعتمد بشكل أساسي على الخدام، والمعلومة دي كان يعرفها كل الناس اللي حواليه. وحال أحمد من بعدها اتغير تماما، من واحد قاعد في شقة متواضعة وعلى قد حاله لواحد عنده بيت من 3 أدوار ويمتلك أرض، وخلى بيته بعد كده هو المكان المخصص علشان يقابل فيه الناس. الدور الأول والتاني هو المكان المخصص لاستقبال الناس، سواء اللي عايزة تعمل سحر أو تفك سحر. والدور التالت أحمد وأولاده عايشين فيه، برغم إنهم كانوا معترضين جدا على اللي أحمد بيعمله في البداية، لكن مع تغيير الحال والوضع المادي اللي بقى أحسن وافقوا على كل حاجة. وموافقة العيلة ما كانتش طمع في الفلوس ولا حاجة، الحقيقة إن كل الناس كانت بتخاف جدا من أحمد، لأنه كان وصل لمرحلة من السحر مخيفة جدا، وكان معروف عنه إنه ممكن يأذي أي حد حتى لو اعترض عليه. وأحمد كان مشهور بين أهالي القرية إنه بيديهم تعويذة وشوية مية مقري عليهم شوية كلام علشان الناس يتنفذ لها اللي هم عايزينه، سواء للجواز أو للأذى أو للآثار. وكل أنواع السحر بيكون ليه طلبات معينة. كان عنده قدرة غريبة يقنع الناس بأي حاجة وياخد منهم أي فلوس هو عاوزها. كل اللي حضروا جلسات تحضير الجن والسحر مع أحمد ما قدروش يكملوا الجلسة، وده من كتر الخوف والرعب اللي حسوا بيه. بس كل تفاصيل أحمد وقوته في السحر هنفهمها كويس في الآخر.
ومع بداية 2010 أحمد اتخصص في نوع جديد من السحر، إنك تقدر تجيله لو اتسرق منك حاجة ويعرف ويقولك مين اللي سرقها وحطها فين، وحتى لو حاجة حصلت معاك يقدر يقولك مين اللي عمل معاك كده بالظبط. والغريب إن كل اللي كان بيقوله أحمد للناس كان بيطلع صح، وبعد شوية أحمد يبقى مليونير وناس كتير تشتغل عنده وناس كتير نفسها تتعالج عنده أو بس تقرب منه. فعليا مهنة التدريس لأحمد كانت مجرد واجهة اجتماعية، ما كانتش فارقة معاه في أي حاجة. أحمد كان ليه طلبات معينة من الناس اللي عايزة تعمل سحر عنده، منها حاجات بسيطة ممكن يجيبوها من عند العطار، ومنها حاجات خاصة شوية زي قطعة من الملابس للشخص اللي عايزين نعمله السحر، أو شعراية من راسه مثلا. بس اللي عايز يعمل سحر قوي وكبير شوية بيكون من خلال الدهب، لأنه كان بيقول للناس إن الجن والخدام بيحبوا معدن الدهب جدا. وكل لما كانت الجلسة فيها كمية كبيرة من معدن الدهب، كل الطلبات اللي هتتقال في الجلسة دي الجن هينفذها. ودي أعلى مراحل السحر اللي أحمد كان بيعملها، ده غير شوية حاجات ليها علاقة بالسحر الأسود يفضل ما نتكلمش عنها. أحمد خلال الفترة اللي اسمه في القرية وفي البلاد اللي حواليها بقى كبير جدا، وبقى في ناس كتير من طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة بتحب تروح عنده، واتشهر جدا انه يقدر يجيب اي حاجة اتسرقت ويقول مين اللي سرقها وحطها فين. فضل بالقوة دي والشهرة دي لفترة طويلة، لحد ما بقى في ناس عندها جراءة تقول ان احمد بقى سحره ضعيف، وان في ناس تانية ظهرت في نفس القرية سحرها اقوى بكتير من سحر احمد، وده خلاه يثبت للناس على طول الوقت انه لسه قوي جدا ويقدر يعمل اي حاجة، لدرجة انه كان بيأذي الناس اللي بس بتفكر تقول عليه كده. لحد ما نوصل لسنة 2013، واحدة اسمها أمال أحمد علي عندها 40 سنة اتعرفت على أحمد من كذا سنة، وكانت بتعمل عنده أعمال سحرية مختلفة. وأمال كانت من عيلة غنية جدا وعندهم أملاك ومشهورين ومعروفين في القرية، وكانت تجارتهم الأساسية في المواشي، عندهم كمية كبيرة من المواشي، وده بالنسبة ليهم عبارة عن دخل مالي كبير. وفي فترة من الفترات في نفس السنة اللي هي 2013، أمال اتسرق منها جاموستين وقعدت تدور عليهم في كل مكان وفشلت، فقررت إنها تروح لأحمد علشان يعمل لها جلسة تحضير ويعرف مين اللي سرق الجاموستين وحطهم فين. وأحمد عمل لها الجلسة فعلا، لكن قعد لفترة طويلة ومعرفش يجاوبها على أي حاجة، وقال لها إن السبب الرئيسي إن في شوية طلبات لازم تيجي علشان يعرف يخلص الجلسة ويجيب لها الحل، وساعتها يعمل لها التعويذة ويحضر الجن المتخصص في الحكاية دي ويقول لها مين اللي سرق الجاموستين. ولما أمال مشيت من عنده اكتشفت تاني يوم إن في جاموسة تالتة اتسرقت، فكلمت أحمد بسرعة علشان يلحقها، فطلب منها إنها تجيب معاها كمية من الدهب كبيرة جدا علشان يقدر يعمل لها جلسة السحر، ده غير إنه هياخد مبلغ مالي كبير في مقابل الجلسة دي. وأمال وافقت وجمعت كل الدهب بتاعها وكل دهب العيلة، ونزلت وراحت على أحمد علشان تعمل الجلسة. ووصلت الساعة 6 مساء، ولما جت الساعة 10 بالليل أمال ما ظهرتش وما رجعتش على بيتها، فأهلها قلقوا جدا عليها وبدأ يسألوا عنها في كل مكان. تصرف أمال بالنسبة لأهلها وأهل جوزها كان غريب جدا، لأنها خدت كل الدهب واختفت، لكن لأنهم واثقين فيها جدا فكانوا متأكدين إنها لا يمكن تكون هربت بالدهب. فينزل الأستاذ محمد أبو العز، وده يبقى حماها وعنده 73 سنة، واحد من المشهورين جدا في القرية والمعروفين. فلما ينزل ويسأل عليها مفيش ولا واحد يقوله إنه شافها اليوم ده، بس عرف من بعض الناس إنها كانت رايحة عند أحمد محروس، فعدى على أحمد في بيته وسأله على أمال وقال له إنها فعلا كانت عنده ومشيت من عنده الساعة 8 بالليل، ومش عارف بعد كده هي راحت فين. سمعة الأستاذ محمد أبو العز حمى أمال معروفة ومشهورة جدا في القرية، وده خلى كل أهل البلد ينزلوا يدوروا معاه، لكن بعد ما فشلوا يلاقوها تماما يقرروا يطلعوا على اسم الشرطة ويبلغوا رجال الأمن بكل حاجة. وأول خطوة عملها رجال الأمن هو تتبع خط سير أمال، ولما سألوا عليها كويس وعلى العيلة عرفوا إنه مستبعد جدا إن أمال تكون خدت الدهب وهربت بيه. لحد ما يجي تاني يوم وأمال لسه مختفية، فيقرر رجال الأمن إنهم يطلعوا على بيت أحمد محروس، لأن كل الأدلة والشواهد
بتقول إن آخر مكان أمال راحت له هو بيت أحمد محروس. ولما وصلوا البيت لقوا إن أحمد مش موجود، فقابلوا مراته سألوها عن خط سير أحمد اليوم اللي قبله، وعرفوا منها كل التفاصيل، وكان معاهم إذن تفتيش البيت. ولما دخلوا لقوا مجموعة كبيرة جدا من التعويذ والأعمال السحرية، سواء مرمية على الأرض أو موجودة في أماكن مختلفة. حقيقي كان المنظر مرعب وغريب جدا. وفي نفس الوقت رجال الأمن يلفت انتباههم غرفة مقفولة، فيطلب رجال الأمن مفتاح الغرفة دي ويفتحوا ويدخلوا، واللي ما يلاقوش فيها غير شوية كنب وكراسي مخصصة لاستقبال الناس اللي جاية تعمل سحر. بس يلاحظوا كمان وجود برميل معدني جواه صبة أسمنتية موجود في الغرفة. رجال الأمن استغربوا وجود البرميل ده في المكان ده، فلما يقربوا يلاقوا إن الصبة الأسمنتية فعلا بدأت تنشف، لكن واضح عليها إنها جديدة. فيقربوا أكتر ويخبطوا على البرميل، فيلاحظوا إن الجزء اللي فوق من البرميل وهم بيخبطوا عليه الصوت مكتوم شوية، لكن الجزء السفلي تحس إن فيه فراغ. فيقرروا إنهم يفتحوا البرميل علشان يعرفوا جواه إيه. وأول ما يفتحوا جزء من المعدن في أسفل البرميل لقوا إن فيه دم خرج من البرميل من تحت. فيؤمر رجال الأمن المجموعة اللي معاهم بفتح البرميل وتكسير الصبة دي، علشان يتفاجئوا إن جثة أمال موجودة جوه، ومن الشكل الظاهري إنها مضروبة بساطور على راسها. فيتم استدعاء رجال المعمل الجنائي بسرعة، وفي نفس الوقت مجموعة تانية من رجال الأمن تدور على أحمد في كل مكان علشان تقبض عليه. وأحمد في البداية أول ما اتقبض عليه أنكر إنه يعرف أي حاجة، وقال إن الدور الأول ده دور مفتوح ومشاع لكل الناس، وإن ممكن أي حد يدخل ويسيب عنده أي حاجة. ومع استكمال البحث في نفس الغرفة رجال الأمن لقوا كمية الذهب اللي كانت مع أمال ده، غير إنهم توصلوا لواحد من اللي كانوا شغالين عند أحمد وقال لهم إنه قبلها بيوم أحمد طلب منه إنه يعمل له صبة خرسانية علشان هيبني حيطة في البيت بتاعه. وبعد ما خلص له الصبة طلب منه إنه يمشي ويسيبه لوحده، وإن هو اللي هيكمل كل حاجة. وأحمد ساعتها اضطر يعترف بكل حاجة، وعرفوا ساعتها إنه كان مخطط يدفن البرميل في الأرض بتاعته بعد مرور 3 أيام، لكن سرعة تحرك رجال الأمن خلى إن أحمد ما يكملش خطته. وبعد ما اعترفوا واستكملوا معاه التحقيقات رجال الأمن عرفوا إن أحمد كان مشغل عنده ناس كتير من القرية، منهم حرامية ومنهم ناس عادية، وهم اللي كانوا بيقولوا له على كل أسرار العائلات اللي موجودة في القرية، أو أسرار العائلات اللي جاية تعمل عنده جلسات سحرية. ده غير إن مجموعة من الحرامية يعرفوه، هم اللي كانوا بيقولوا له مين اللي سرق، أو هم نفسهم اللي كانوا بيسرقوا. بعد ما يسرقوا يحطوا الحاجات اللي سرقوها في أماكن معينة، وأحمد وهو بيعمل جلسات السحر يقول للناس على الأماكن دي، وطبعا من اللي الناس بتشوفه كانت بتصدقه. واللي حصل مع أمال إن أحمد كان مخطط ينفذ الفكرة دي من فترة طويلة، لأنه كان دايما بيلاحظ إنها غنية جدا ومستعدة تدفع أي فلوس مقابل إن يعمل لها السحر ده. ده غير إنه كان دايما بيلاحظ وجود كمية كبيرة من الذهب معاها. وهي كمان فعلا الفترة الأخيرة بدأت تقول لأحمد إن السحر بتاعه بقى ضعيف وما بقاش له مفعول، فخاف إنها تسيبه زي غيرها ويروح لحد تاني. فقرر إنها تكون واحدة من العمليات اللي ممكن يكسب منها فلوس كتير. وفعلا أمال جاتله وقعدت عنده، وأول ما اتأكد إنها جايبة معاها الدهب والفلوس جاب الفاس وضربها على راسها. وأول ما ماتت حطها في البرميل ودلق عليها الصبة، ومن كتر بروده حط البرميل في الأوضة علشان الأسمنت ينشف، وطلع على الدور التالت وقعد عادي. وتاني يوم نزل ولا كأن في أي حاجة حصلت. وبعد التحقيقات ما خلصت اتحكم على أحمد بالإعدام. الغريب إنه كان مدرس محترم لكن اختار طريق الجهل والكفر، ولو كان فعلا السحر له مفعول كان نفع نفسه. القصة دي أقرب قصة لفيلم البيضة والحجر. طبعا أنا عارف إنك انشغلت في القصة ونسيت تعمل لايك واشتراك، فانزل اعمل لايك واشتراك وقول لنا رأيك في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.